قرار الإدلاء بالمعلومات الأمنية جاء نتيجة الاقتناع بمدى الحاجة لتسمية الأمور بمسمياتها لوضع حد للتكهنات والفرضيات. هذا ما أوضحه في بيان وزير الدفاع فايز غصن الذي كشف المعلومات التالية: مديرية المخابرات اعتقلت بتاريخ 27/7/2013 المدعو حسن حسين رايد الذي اعترف أنه بالاشتراك مع آخرين قام بتنفيذ بعض العمليات الإرهابية، ومنها المشاركة بتاريخ 28/5/2013 مع كل من عمر أحمد الأطرش وسامي أحمد الأطرش وعبيدة مصطفى الحجيري وأحمد عبد الكريم حميد وسامح البريدي وأربعة سوريين آخرين بقتل عدد من العسكريين على حاجز للجيش اللبناني في محلة وادي حميد. المشاركة بتاريخ 16/6/2013 مع كل من عمر وسامي الأطرش وأربعة سوريين آخرين بقتل أربعة أشخاص في محلة وادي رافق. المشاركة في إعداد وتفجير العبوتين الناسفتين على طريق الهرمل بتاريخ 7/7/2013. اطلاع المدعو حسن حسين رايد على قيام كل من عمر وسامي الأطرش وزهير حسين أمون وسامح البريدي وأحمد عبد الكريم حميد بتجهيز عدد من السيارات المفخخة لتفجيرها في الضاحية الجنوبية لبيروت وغيرها من المناطق اللبنانية. كما تبين من خلال التحقيقات التي أجرتها مديرية المخابرات أن عمر الأطرش هو الرأس المدبر لهذه المجموعة، وقد توافرت معلومات للمديرية أيضا عن عدد من المشتبه بهم المتورطين في إعداد ووضع متفجرة بئر العبد الأولى. وجاء في بيان غصن أن السيارة التي استخدمت في انفجار بئر العبد الأول هي من نوع كيا، تمت سرقتها من خلد بقوة السلاح وتجهيزها ليلا ثم وضعها في موقف السيارات حيث وقع التفجير. وقد اعتقلت مديرية المخابرات سوريا يدعى حسام جاب غانم أبو حلق، تبين أنه على علاقة بأشخاص آخرين يشتبه بعلاقتهم بالانفجار. كما أعلن غصن أن مديرية المخابرات لديها خطوط قوية في قضية إطلاق الصاروخين على الضاحية الجنوبية، وأنها تتعقب أحد المتورطين، وهي تملك معلومات دقيقة عن محركي هؤلاء الأشخاص والرأس المدبر والمجموعات المحيطة به وانتماءاتهم وجنسياتهم، أكانوا لبنانيين أو سوريين أو غير ذلك. وأضاف غصن: حين تحدثت في السابق عن تسلل عناصر إرهابية إلى لبنان قامت حينها الدنيا ولم تقعد، وها هي الأيام تثبت صحة ما حذرنا منه سابقا. وأنا اليوم من موقعي أدق ناقوس الخطر لأقول أن لبنان بدأ يقع في قبضة الإرهاب، كما أنني أدعو جميع اللبنانيين إلى أي منطقة انتموا للوقوف خلف المؤسسة العسكرية ودعمها وعدم إيواء هؤلاء المطلوبين والمساعدة في القبض عليهم وعدم تأمين بيئة حاضنة لهم.